انا مالي، انتوا اخر ناس كنتوا في الشقه يبقى هو اتكسر منكم، هو كده الاخير هو اللي بيشيل الليله، انا مالي انا. السلام عليكم. هي غسيل ما بيخلصش، الواحد زهق من الترويق والتنظيف، مش عارفين حتى نقعد شويه. ايه ده؟ مين اللي عمل التليفون فايبريشن؟ تلاقي العيال او فيهم ايه. حماتي ايه اللي متصله؟ خليها متصله دي. السلام عليكم. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ اه الحمد لله. ايه جايه؟ ليه، في حاجه ولا ايه؟ امم الشقه. اه ببصلك عليها بس مش كتير يعني. انت عارفه ماما، والله رمضان دخل علينا وما بين اول يومين كنت اخواتي عندي وكده. اه بس دي زمانها يا ماما، الدنيا متكركبه وتراب. اجيب واحده تنظف. اه. امم طيب ماشي، انت جاي يوم ايه؟ اه يومين. طيب ماشي يا ماما، هشوف كده. طيب ماشي حاضر، هكلم حد كده واقولك. ماشي مع السلامة. يا دي الحوسة اللي جايبها دي بقالها سنة ما جاتش، جاية تيجي دلوقتي؟ ما طول عمرها قاعدة في البلد، بتقضي رمضان في البلد. استغفر الله العظيم يا رب. وانا اعمل ايه في التلفزيون ده اللي الولا كسره؟ طب وانا هروح اقف مع الست؟ طب والتلفزيون المكسور اعمل فيه ايه؟ انا مش هروح، لا انا مش هروح. وانا ايه اللي يوقفني في التراب والهم؟ لا انا عارفه انا هعمل ايه. لازم اخلع نفسي. دي لو جت لقيت كوبايه مكسوره بتبهدلنا، امال لو لقيت التلفزيون هتعمل فينا ايه؟ لا لا لا، انا هتصرف. خليك انت دلوقتي على جنب. ايوه. السلام عليكم. عليكم ايه السلام. يا ايه زوزو، يا غيدة؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت انت طيبه. طيبه يا غيدة، عامله ايه؟ عامله ايه يا تعالي حبيبتي؟ اتفضلي. ايه يا بنتي فينك؟ اهو موجوده. انت عارفه اول يومين في رمضان بقى اخواتي كانوا عندي وكده، عشان ماما مش اه موجوده عند اختي الكبيره. ايوه، ربنا يخليكم لبعض يا الله رب. يخليك يا زوزو. بقول لك يا زوزو، ايه انا يا جايه غيدة قولي. قصدكي في خدمه. خير اموري يا حبيبتي. بصي انت عارفه ايه، احنا بكره كلنا مسافرين انا واخواتي الصبيان عند اختي الكبيره. اه ربنا هنفطر يخليكم هناك لبعض. بكره. فحماتك اتصلت. حميتي اه. مالها؟ جايه. جايه؟ استغربتها قوي. معرفش هي ما بتجيش في رمضان. ما بتجيش، دي بقى لها سنه ما جاتش اصلا من يوم ما اه اتخانقت واصلا كده معايا. كده ما بتجيش في رمضان، يعني حتى من قبل ما تتخانق معاكي هي كده كده ما كانتش بتيجي في ولا رمضان، مره. بتقضيه في البلد. اه فانا مش عارفه، هي اتصلت بيا وقالت لي جايه هتقضي بقيه رمضان هنا وعايزه حد، قالت لي اروح انضف الشقه، اجيب حد يعني ينضف الشقه وكده. فانا بصي كلمتلك الست اللي هتنضف الشقه. انت عايزاني انا اروح يا غيدة؟ عايزاكي بس تروحي تقفي معاها يا زوزو، مش بس تعملي حاجه، انت هتقفي معاها بس. انا وحماتك ما بنكلمش بعض، لو جت وانا هناك هتبقى لا دي مشكله. جايه بعد بكره الصبح. اه يعني مش جايه لا بكره؟ لا لا، جايه بعد بكره، وهكون انا جيت. انا رايحين بكره هنفطر وهنيجي يعني على الفجر كده تاني يوم. يعني ان شاء الله هاجي قبل ما هي تكون جت. بصي يا غدا، انا هعمل كده عشانك والله، عشان انتي معزومه بره، بس هقول معلش لمصطفى برضه انت عارفه الاول. لو قلت لها لا مش رايحه كانت هتتقمص، تقولي بوزها عليا. مفيش غير اه انا اللي بتكلمها، هتبقى معديانا كلنا. طب بصي هكلم مصطفى برضه اقول له وارد يا عليك. زوم، ما انت لو قلتي لمصطفى هيقول لك لا. ما انت لا عارفه هو معلش، ما ما انا بيحبش يخليك انت ومامته مختلطين ببعض. لا لا، ما اقدرش اعمل حاجه من غير ما اقول له. بصي هقوم اكلمه اقول له واقول لك اه ولا طب لا. ولو قال لك لا يا زوزو؟ لا يبقى اعذريني، مش هقدر اروح، ما اقدرش اعمل كده. طب كلميه يا زوزو وانا قاعده، طيب كده شوفي هيقول ماشي لك ايه. هكلمه، لو وافق من عينيا واروح. بصي بس برضه ايه، حماتك دي ما يا زوزو ما هي مش هتحس بحاجه بقى. ماشي، بس ما تقوليش ان انا اللي رحت برضه. يا ستي عادي، ايه المشكله يعني؟ لا معلش مش يا كتر غيدة. خيرك ان انت هتروحي. لا معلش، عشان انا ما بكلمهاش، انت عارفه بقالنا كتير ما طب بنتكلمش بعض. كلمي بس مصطفى. رمضان كريم يا زوزو. الو.
ايه مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله بخير، احنا كويسين. يا رب يرضى يا رب. بقول لك أنا غادة اللي هلبس عندي كسرة التلفزيون. ومامتك اتصلت قالت جايه وكده. ايوه ما انا ماليش دعوه، انا عارفه. هي قالت لها رمضان كريم يا مصطفى. تجيب واحده تنظف لها الشقه. بس غادة بقى عندها مشكله انها مسافره عند اختها، عشان راح اجيب ماما. قصداني بقى ان انا اروح مع الست، بس بكره اقف معاها. يا رب. ليه مالكيش دعوه يا مصطفى رمضان كريم، خلينا نتصالح بقى كلنا على رمضان. ماشي مصطفى، خلاص ماشي. قال لي بس بشرط يا غدا ما تقوليش لماما ان انا اللي رحت. ماشي يا مصطفى. ماشي خلاص ماشي، انا هروح بكره اقف معاها ان شاء الله. مع السلامه. بصي انا هعمل حتى الفطور من بالليل. طيب ربنا يخليك يا زوزو يا رب. وانتي لما المفتاح اخلص اهو. ماشي خلاص. ماشي. لما اخلص هبقى فرشيلها اعدي بقى عليك. طلعي فرش وكده وظبطوا الدنيا ما عشان تيجي تلاقي تقلقيش، الدنيا لا. نظيفه. خلي بس ستي تيجي بدري على قد ما لا دي الست تقدر. هتجيلك الساعه 8 الصبح. حلوه قوي عشان نخلص على الاقل ماشي. قبل الفطور. خلاص يا حبيبتي، ماشي ربنا يا غدا. يخليكي يا زوزو يا رب. حبيبتي يا غدا. تسلمي. طب اقعدي افطري معانا. الله يخليكي يا حبيبتي. اخد الشنطه واروح لها. دي بترن اهي. الو. ايه يا ماما يا حبيبتي، انا جايالك على طول اهو. ايه رايك في الشقه؟ ايه؟ تلفزيون مكسور؟ تلفزيون ايه؟ لا يكون يا ماما زوزو اخدت العيال معاها وكسروه. اصل انا ما قلتلكيش. اصل انت عارفه ان انا كنت عند اختي الكبيره امبارح بجيب ماما، فقلت لزوزو تقف مع الست يعني في التنظيف وكده، هي كده كده الست اللي بتنظف. بس تلاقي بقى زوزو خدت عيل من عيالها معاها. ايوه يا ماما عارفه ان انت ما بتكلمهاش، بس انا امبارح كنت رايحه اجيب ماما. طب كنت هعمل ايه يعني يا ماما؟ كنت رايحه اجيب ماما، كانت عند اختي بقالها من قبل رمضان بكام يوم. مش انا ما عملتش حاجه يعني. وفيها ايه يعني؟ ما هي قاعده مرتاحه وما بتشيلش مسؤوليه حاجه، عامله بحجه ان هي ما بتكلمكيش. وانا جايه لك دلوقتي هنزل لها اشوف ايه قصه التلفزيون. اكيد هي محدش دخل الشقه غيرها. انا اخر مره من فتره كبيره لما رحت كانت الدنيا كلها سليمه. خلاص ابنك مصطفى بقى يجيب غيره. اتصلي بيه، اتصلي بيه قولي له مراتك راحت الشقه كسرت التلفزيون يجيب لك غيره. الله. من تلف شيء فعليه اصلاحه. وانا هنزل لها كمان وانا نازله، انا مش هسكت. وانتي بقى كلمي ابنك يجيب لك تلفزيون. ماشي يا ماما، مع السلامه. نازله لها. مع السلامه. عايزه تلبسهاني يعني؟ انا البسها لزوزو وهي تلبسها لي؟ انزل اعمل لزوزو كلمتين كده حوار ادبسها فيها اكتر. ايه يا زوزو؟ ايه يا غاده تعالي. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه يا زوزو اللي انت عملتيه في الشقه ده؟ عملتي ايه؟ الشقه زي الفل يا غاده. التلفزيون اتكسر. تلفزيوني يا غاده؟ انا عديت امبارح عليكي عشان اقول لك ان التلفزيون مكسور، حتى عمرو خد مني لا تلاقيكي انت خدتي العيال معاكي وكسروه. عيال ايه يا غاده اللي هاخدها معايا؟ عيالي مش هنا اصلا، عيالي عند ماما. يبقى وقع من ايدك الكسر. تلفزيون ايه اللي انا هشيله يا غاده؟ انا بقول لك رحت لقيته مكسور اصلا. يبقى انت وقع من ايدك الكسر. وقع يا غاده من ايدي ايه؟ هشيل التلفزيون اللي قد كده كسر؟ امال مين اللي كسره؟ اكيد انتي يا غاده ولا انا عيالك؟ ما رحتش هناك بقالي كتير. انت قلتي كنت لسه هناك قبل رمضان بتبصي على الشقه. لا من فتره، ده قبل رمضان، ده من فتره. طب وانا مالي دلوقتي؟ دلوقتي حماتك اتصلت وبهدلت الدنيا. عرفت ان انا كنت هناك؟ ما انا اضطريت ان انا اقول لها هعمل ايه؟ امال عايزه تلبسني انا التلفزيون؟ يعني تلبسوني انا يا غاده؟ ما هي بقى قالت هتتصل بمصطفى يجيب لها واحد غيره. من مصطفى تلف شيئا كمان؟ فعليه يا اصلاحه. غاده انت كده عملتي لي مشكله. يعني مصطفى قال لك ما تقوليش ان انا اللي رحت، كمان قلت لها ان انا اللي رحت. ما هو لو ما قلتلهاش يبقى انا اللي كسرته. لا يبقى انا اللي كسرته يا غاده. طب انا هعمل ايه طيب؟ تعملوا العمله وتوقعوني فيها، انا اللي زي الهبله بسمع كلامك عملت وبروح. ايه؟ انت اللي رحتي، انا اعطيكي المفتاح الشقه والدنيا سليمه. انت مشيتي، هي الست الدنيا مش راحت سليمة. التلفزيون مكسور. انا رحت لقيته مكسور فعلا. لا ما اعرفش ازاي يعني، ازاي اتكسر لوحده؟ انت دلوقتي هتعملي مشكله مع مصطفى. لا هي امه بقى تكلمه، انت مالك؟ هي امه هتكلمه. يعني ايه امه تكلمه؟ هتقولي ان انا اللي كسرته؟ انت كده ثبتي عليا ان انا اللي كسرته.
وانا عرفني بقى مين اللي كسره؟ انا مالي، انتوا اخر ناس كنتوا في الشقه يبقى هو اتكسر منكم، هو كده الاخير هو اللي بيشيل الليله، انا مالي انا. السلام عليكم. هي دي غلطتي، تعمل خير الاقي شر، اقول فيكي ايه؟ هتعملي مشكله، ده مصطفى هيجي يبهدلني، اما الحق اروح اكلمه